السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة هنتكلم عن رؤيا الجمل في المنام، وهي من الرؤى اللي لها معاني ورموز كتيرة وبتختلف حسب حال الرائي. وزي ما احنا متفقين مش دايما الرمز بيكون ثابت، فهو احيانا بيكون محمود واحيانا بيكون غير محمود. فمثلا من رأى انه يركب جملا وكان بيسعى لهدف معين، فده دليل على وصوله إلى هدفه وانتصاره على أعدائه، ووصوله إلى هدفه أو أمنية كان بيسعى إليها وكان صعب إنه يوصل لها، وعلو شأن له عظيم جدا ما شاء الله. أما لو المريض شاف إنه ركب على الجمل، فده بقى إيه؟ تحذير وإنذار له بإنه يخلي باله من صحته ويحافظ عليها، لأنه إنذار بالموت والعياذ بالله. فهي رؤية تحذيرية. أما رؤية جمل غاضب وسائر، يعني بيحاول يهجم على كل اللي يقابله، طايح يعني في الناس، فده بيرمز إلى إيه؟ إلى غضب شخص ذو منصب أو شخص قوي في حياتك، ويرمز إلى بعض الهموم والمشاكل، والله أعلى وأعلم. أما لو كان الجمل هادي ومطيع، فيرمز إلى خير ورزق قادم إليك واستقرار في بعض أمورك، والله أعلى وأعلم. أما رؤية الجمل بالنسبة للبنت العزباء، فهو يرمز إلى رجل قوي في حياتها، زواج قريب من رجل قوي وذو شخصية قوية. أما بالنسبة للمتزوجة، لو شافت الجمل فهو بيدل على قدوم خير لها وأموال، وممكن يدل على صبرها وتحملها المسؤولية في حياتها الزوجية. أما بالنسبة للحامل فبيدل على الولادة اليسيرة الميسرة بإذن الله، والمولود سوف يكون ولد بإذن الله، والله أعلى وأعلم. ما تنسوش يا حبايب الاشتراك واللايك والشير عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.